ونسميهم احسن ناس في العالم. واضحين؟ دوروا على الاعلام على التلفزيون، بس ما كان التلفزيون متاح. اليوم ابواب المؤسسات الاعلاميه موصده، لازم تطرقها حتى يفتحوا لك اياها. بس المبدعين الان بيستخدموا التلفزيون يفتحون، ينطلقوا من غرفتهم، ينطلقوا المبدعين الشاطرين القادرين يقدموا محتوى. وعلى ذلك انا حملت شهاده الهندسه، بس وانا بدرس هندسه كنت اخذ دورات في تطوير نفسي، يصير تطوير التقديم التلفزيوني الحواري المتقدم. قناه الجزيره اخذ دورات مع اعلاميين كبار. هو بيدرس هندسه وانا بدرس هندسه كنت اوقف فصول لاخذ عشان خدت 7 سنين بدرس هندسه، يعرفوا لي لما خلصت الهندسه ما بدي اشتغل في الهندسه، اجاني شغل، اشتغلت 3 شهور قدام استقلال، لقيت نفسي مش في المكان الصح، هذا بعمل شيء غلط، مش انا، احترامي للهندسه وعلى منسوبهم احسن ناس في العالم. واضحين؟ وعلى فكره كثير يوتيوبرز من الشاطرين كثير بتابعهم على فكره هم مهندسين، بس وجدت نفسي في مكان ثاني بقدر ابدع اكثر واقدم فائده احلى واكون انا مرتاح اكثر. محمد من قبل اصلا ما يدرس الجامعه كان بده يدرس اعلام، بس ابوي ما اصلا بده اعلام، ابوي قال له لا لازم. لسه مخلص واحد من احلى النقاشات مع عدنان واخوه. هو بصراحه اتكلم عن حاجات كتيره جدا، ازاي السوشيال ميديا بتجذب الناس غير طبعا الشاشه، وازاي دمج الاثنين مع بعض حاجه يعني لازم تحصل. طبعا سالته سؤال مهم جدا، الهوكات. ليه الهوكات حاجه يعني يعتبر مضرة للتفكير؟ يعني الهوكات حرفيا ما ينفعش نستخدمها بكثرة، ولكن هو اداني إجابة بصراحة صعبة جدا. الهوكات لو استخدمناها صح مع فيديوهات مفيدة تجذب الناس للحاجات المفيدة. يعني خلاص الكونتنت كله بقى فيه حاجات تافهة وحاجات معلومات كتيرة مش مهمة، ولكن هو بيحاول يستخدم الهوكات الصح مع المعلومات المفيدة. المهم ان هو قال جملة حلوة جدا، قال المهندسين هم اعظم ناس في الكون فدي شدتني جدا لاني مهندس. ناس جامدين عشان كده ناقلين على السوشيال ميديا.